لا يزال الفنان التركي مارت ديمير رمضان وعفراء سارة شغلو حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعلاقتهم التي بدأت في كواليس المسلسل التركي الشهير طائر الرفراف. ويتصدر هذا الثنائي الشهير باستمرار مواقع السوشيال ميديا بسبب علاقتهم المتقلبة بين الفراق والمصالحة. ففي خطوة مفاجئة قام ديمير وعفراء بإلغاء متابعة بعضهم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار على الفور شائعات الانفصال بين الجمهور. هذا وقد أكدت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش المتخصصة في أخبار مشاهير تركيا أنباء انفصال مارت وعفراء للمرة الثانية، وذلك تزامنا مع اقتراب البدء بالعمل على الموسم الثالث من مسلسل طائر الرفراف. قرار إلغاء الثنائي الشهير المتابعة بينهما أثار تكهنات وتساؤلات بين الجمهور، خصوصا وأن عفراء تتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تقضي إجازتها هناك، فيما يتواجد مارت في تركيا. وتساءل الجمهور عن سبب الخلاف الذي أدى للانفصال بالرغم من عدم تواجد عفراء ومارت في نفس المكان، مما أعاد الحديث عن أنباء علاقة عفراء سارة شغلو مع رجل أعمال أمريكي كانت قد تداولتها الصحف التركية سابقا، ولم يصدر أي تصريح من الثنائي بشأن شائعة الانفصال. لكن بعض المصادر الصحفية كتبت أن في الساعات الأخيرة ظهر تفصيل جديد في هذه القضية، فقد لاحظ بعض المتابعين والمختصين في أخبار المشاهير أن مارت رمضان وعفراء سارتشوغلو قد قام العام الماضي في نفس التوقيت تماما بإلغاء متابعة بعضهما البعض، مما أثار شائعات عن انفصالهما، ثم عاد للتصالح لاحقا، ولم تدم فترة الانفصال في ذلك الوقت حتى شهر واحد. وقد اعتبر آنذاك هذه الخطوة كانت محاولة لزيادة نسبة المشاهدة للعرض التلفزيوني طائر الرفراف وجعل المسلسل في صدارة الحديث. تطابق التواريخ بشكل لافت أعاد إلى الأذهان نفس التساؤلات حول ما إذا كان هذا الحب يستخدم كوسيلة لجلب الانتباه وتحقيق أهداف التسويق. دعونا نرى آراءكم، فهل صحيح هناك انفصال بين هذا الثنائي الشهير والجميل؟ أم أن هذا فقط وسيلة للتسويق للموسم الثالث من مسلسل طائر الرفراف؟